بسبب مرض شقيقها زوجة حاتم عمور توجه رسالة لوزارة الصحة. أعربت هند التازي زوجة ومديرة أعمال النجم المغربي حاتم عمور عن استيائها الكبير من غياب ثقافة زراعة الأعضاء في المغرب، وذلك بسبب الأزمة الصحية التي ألمت بشقيقها محمد التازي بعدما أصيب بفشل في القلب. وفي تدوينة شاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وجدت التازي رسالة لخالد أيت الطالب وزير الصحة، ودونت قائلة: سؤال للنقاش وموجه بالأساس إلى وزير الصحة السيد خالد أيت الطالب، علاش في بلادنا الحبيب ما كيناش زراعة الأعضاء؟ علاش خاصنا نمشيو نتبهدلو في بلادات الناس ونبقاو أواخر لوائح الانتظار عندهم؟ وأضاف التازي: في فرنسا مثلا الأولوية للفرنسيين ثم للأوروبيين أجمعين، عاد الجنسيات الأخرى. يعني يموت اللي يموت، الأعمار بيد الله، ولكن علاش ما نكونش عندي هذه الفرصة في بلادي؟ بلا ما نهضر على الكلفة الخيالية اللي تقدر توصل ل5 و600 مليون سنتيم. وتابعت المتحدثة ذاتها: غادي يقولوا لي شي وحدين حرام، لأن الحياة في الإسلام مقدسة، والجسد البشري حرمته حيا كان أو ميتا، بأنه ملك لله ولا يمكن لأحد أن يشوهه من خلال أخذ أعضاء منه لتكون محل أي تجارة. متفقة ماشي التجارة، وإذا كان هبة طوعية. وأضافت زوجة عمور قائلة: القرآن الكريم والأحاديث تركز على أهمية مبدأ الضرورة الذي يجعل إباحة المحظور ممكنة ما دام هدف ديني زراعة عضو بشري هو إنقاذ حياة أخرى. ويذكر في الآية 32 من سورة مائدة أن من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. وتساءلت مضيفة: علاش ما عندناش ثقافة التبرع بالأعضاء؟ علاش هذا النوع ديال العمليات ما كيدارش في بلادنا؟ واش فقر في الكفاءات؟ لا أظن. واش حنا مسلمين أكثر من المملكة السعودية لأن في أرضها كاينة الكعبة المنورة ومدفون فيها حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وأعلنت هند التازي الثلاثاء الماضي عن خبر إصابة شقيقها الأصغر بفشل القلب، مشيرة أن نزلة برد بسيطة جعلت قلب شقيقها يتوقف عن العمل بنسبة 90%، الأمر الذي يستدعي خضوعه لعملية زراعة قلب مستعجلة.